grade 6. ازيكم؟ اخباركم ايه؟ وحشتوني. النهارده ان شاء الله هنكمل مع بعض السلسله اللي كنا بنشرح فيها. انا مس هبه وده ساينس اكس بي. بنقسم المنهج على فيديوهات قصيره على قد ما نقدر عشان تذاكر الدرس على كذا مره. في نهايه الفيديو بتكون حفظت الجزء ده او على الاقل خالص اتكرر قدامك الكلام كذا مره. بنقول الاسئله المهمه وازاي نجاوبها وازاي هتحل معانا، وبنعمل كمان حصص تفاعلية بنحل، الطلبة بيبقوا موجودين فيها وبنحل مع بعض على الجزئيات دي. لكن اللينكات بتاعتها بتنزل على صفحة الفيس اللي هسيب لك ان شاء الله اللينك بتاعها في الديسكريبشن بوكس. خلينا نبدأ بسرعة عشان ما اعطلكش اكتر من كده. النهاردة احنا كان اخر فيديو وصلنا له ان احنا شرحنا مع بعض الاكسجين، وقلنا ان الاكسجين اخر حاجة بيمثل او هو fifth of atmospheric air. الفوليوم اوف atmospheric air منه الاكسجين. طبعا اتكلمنا على atmospheric air وبيتكون من كام جاز وكل جاز بيمثل قد ايه او نسبته قد ايه في الاتموسفيريك اير، وعرفنا ان الاكسجين 21%، وعرفنا كمان انه لو انا هاخد بالفراكشن فهو بيساوي 1/5. تمام. يبقى اخر حاجه قلناها ان البرسنت بتاعت الاكسجين 21%، وكمان دي بتساوي بالفراكشن 1/5 of volume of air من الفوليوم of air. وجاوبنا مع بعض على السؤال اللي انا قلت لك انه بيتكرر كتير جدا، اللي هو ايه؟ اللي هو انه ليه 21 او الفيفث ده remains constant، ليه ما بيخلص؟ وقلنا انه عشان الجرين بلانت بيعوضني عنه، هو المين سورس اوف اوكسجين اير، فبيخرج لي اكسجين، فاللي انا بتنفسه واللي انا بستخدمه في البيرنينج بيتعوض الجرين بلانت والفوتوسينثيس بروسس. النهارده هنكمل كلامنا. ده الاكتيفيتي اللي بيثبت لي انه فيفث، وزي ما قلت لك في نهايه الفيديو اللي فاتت كل اللي يهمني النتيجه بتاعته، اللي هو انه الاكسجين equal fifth of air volume. طيب تعالى بقى نشوف بعد كده ال preparation of oxygen at the laboratory. والpreparation هتلاقي ليه فيديو في المعمل موجود على صفحتنا على الفيس ساينس اكس بي، واللي اللينك بتاعها موجود تحت زي ما قلت لك. دلوقتي هنتكلم ونحفظ مع بعض، وارجع بعد الفيديو ده على طول شوف البريبريشن فيديو. البريبريشن اوف اوكسجين ات ذا لابوراتوري هو عبارة عن ايه؟ عبارة عن اني بجيب فلاسك كده وبحط فيها اللي انا محتاجاه عشان يخرج لي الاكسجين. قبل ما اشرح اي جزء، انا لما اكون عايز احضر اكسجين هدور على اكتر مادة بتخرج لي الاكسجين، اكتر حاجة غنية بالاكسجين. لما اكون عايزه اعمل سلطه هروح اشتري خضار كتير، لما اكون عايزه اعمل صينيه بطاطس هروح اشتري اهم حاجه بطاطس. نفس النظام انا هدور على substance تكون rich in oxygen. rich in oxygen زي مين؟ قال لي زي حاجه اسمها هيدروجين بيروكسيد. هيدروجين بيروكسيد. لو انت لسه ما سمعتش شرح الدرس ده قبل كده او بتسمعه لسه مش حافظ الكلمات، قرر معايا بالراحه. هيدروجين بيروكسيد. هيدروجين بيروكسيد. الهيدروجين بيروكسيد السيمبل بتاعها H2O2، وهي مليانه بالاكسجين، وبتقول لنا انا هديكوا كل الاكسجين اللي انتوا محتاجينه بشرط واحد. ايه هو يا ستي؟ ان انتوا جيبوا لي صاحبتي تقعد معايا في القعده دي. لو انا صاحبتي موجوده انا لوحدي بتفك كده وبنفصل لحاجتين، اكسجين وده اللي انتوا عايزينه and water. يبقى أنا هيحصل لي decompose decompose أو separate أو analysis، كلهم بمعنى واحد، هو إنه ينفصل. الهيدروجين بيروكسيد decompose يعني هتتفكك لأكسجين and water. هتعملي كده إمتى؟ لو أنتوا جبتولي صاحبتي. طب مين صاحبتك يا ستي؟ قالت صاحبتي دي منجنيز دايوكسيد. منجنيز دايوكسيد. منجنيز دايوكسيد. منجنيز دايوكسيد. يبقى الهيدروجين بيروكسيد ده هيسيبريت، هيديكومبوز into oxygen and water، بس بشرط. ايه هو الشرط؟ ان احنا نجيب له المنجنيز دايوكسيد يكون موجود. طب هي صاحبتك دي هتعمل ايه يعني؟ هتخش معاكي هتعمل combination، هترياكت with الهيدروجين بيروكسيد؟ لا. طب كميتها هتقل؟ لا. طب لونها هيتغير؟ لا. طب هيحصل لها اي تغيير من اي نوع؟ ابدا. طب هتشارك في الرياكشن ده؟ لا. امال هي مين يا ستي؟
قالت هي شغلانتها كاتاليست، اسمها منجنيز دايوكسيد وبتشتغل كاتاليست. يعني ايه يا ستي؟ يعني هي كل وظيفتها انها تكون موجودة بس، وجودها بس هيحل لنا المشكلة. طيب لخصي لي بقى اللي انت قلتيه عشان انا تهت منك. يبقى انا هجيب مين يديني اكسجين؟ هيدروجين بيروكسيد. هيحصل له ايه؟ هيحصل له ديكومبوز هيتفكك يعني. يبقى الهيدروجين بيروكسيد ده ديكومبوز او ديسوشيت، الاتنين بنفس المعنى، سيبريت كمان بنفس المعنى، in the presence of، في وجود مين؟ منجنيز دايوكسيد. في وجود مين؟ منجنيز دايوكسيد. طب اسمها منجنيز دايوكسيد، شغلانتها ايه؟ كاتاليست. طب لو المنجنيز دايوكسيد موجوده، الهيدروجين بيروكسيد هيتفك الايه؟ هيديكومبوز انتو ايه؟ انتو ووتر اند اوكسجين. الجمله دي عايزاك تحفظها لي زي اسمك، مهمه جدا، بيجي عليها اسئله كتير 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 كتير. يبقى ازاي هقدر احضر الاكسجين بتاعي in laboratory preparation of oxygen laboratory which means how can I prepare، ازاي هقدر احضر الاكسجين ده، هجيبه هعمله فين؟ في اللاب بتاعي. هجيب الهيدروجين بيروكسيد واللي هو شكله ليكويد، وهجيب كمان المنجنيز دايوكسيد عشان تساعده، وهحطها بس كده. هي باودر اسود كده، هحط منها معلقه تحت في الفلاسك هنا كده، وهبدأ احط الهيدروجين بيروكسيد من فوق كده، وتبدأ بقى عملية البريبريشن. فيبدأ يخرج لي ووتر اند اوكسجين، الاكسجين يفضل يطلع لفوق كده ويزق المية لتحت. طب هو انت ليه حاطه ووتر هنا وحاطه السلندر نايم كده، ايه حكايتك؟ قال لي اصل انا بعد ما الاكسجين هيخرج هيمشي كده في الطريق ده، يفضل ماشي 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 لغايه ما يوصل فين؟ لغايه ما يوصل السلندر بتاعي. طب ما تسيب السلندر بتاعك معدول، ما هو لو الاكسجين نزل فيه وهو معدول هيختلط بالاير تاني. طيب سيبيه مليان اير، هو نفس الفكره. طب امال ايه؟ ليه حطيتي ووتر؟ اشمعنى الووتر يعني؟ قال لي اصل الووتر scarcely dissolves in water. سوري، الاكسجين scarcely dissolves in water، يعني الاكسجين مش بيدوب في الووتر خالص، صعب جدا جدا يدوب في الووتر، فبيفضل يزقها وهي تنزل تحت، يزقها وهي تنزل تحت وتملى الحوض ده كده، تملى البايزن ده، تخرج من السلندر كده، بتبقى المكان يسمح وتفضل تخرج وتوسع له مكان، يملى السلندر، ينزل لتحت ينزل لتحت. لو زي ما قلت لك حابب تشوف الفيديو ارجع للصفحه وشوف الفيديو. يبقى لغايه ما تملى السلندر كله بالاكسجين. يبقى مره كمان الاكسجين ازاي كولكتد، هجمع الاكسجين بتاعي ازاي بعد ما الهيدروجين بيروكسيد يديهولي؟ هجمعه ازاي؟ by downward displacement of water. ايه الكلمه الرخمه دي؟ يعني ايه؟ يعني بيزق الميه لتحت. هجمعه عن طريق انه يزق الميه لتحت، احط له ووتر وهو هيزقها لوحده. طب مش خايفه يدوب فيها؟ قال لي لا لا انا متاكد، هي الاكسجين scarcely dissolve in water، صعب جدا يدوب في الميه، مش بيدوب خالص. طيب ما تقلقش خالص، كل اللي انا قلته ده انا عارفه انه كتير، هنرجع نعيده في شكل اسئله، فمش عايزاك تقلق. طيب قبل بس ما تحول من الصفحه دي هنقول ايه هو الكاتاليست. المنجنيز دايوكسيد انت قلت لنا ان هي بتبقى موجوده بس، صح؟ اتفقنا. شكلها هيتغير؟ لا. لونها هيتغير؟ لا. الكوانتيتي بتاعتها، الكميه هتتغير؟ لا. طب البروبرتيز بتاعتها؟ لا. يبقى ايه هو الكاتاليست؟ ايه الشغلانه دي؟ هي بتبقى chemical substance، ماده كيميائيه موجوده في المعمل عندي، that remains without change، بتفضل من غير أي تغيير without change in quantity and properties. طبعا during chemical reaction، أثناء الchemical reaction ما هو شغال، بس لو حفظت لغاية properties حلو أوي، أنا راضية ومبسوطة. يبقى مرة كمان الكاتاليست هو إيه؟ substance that remains without change in quantity and properties during chemical reaction. مرة كمان substance that remains without change in quantity and properties، ما بيتغيرش ولا ال quantity ولا ال properties during ايه؟ الكيميكال reaction. دي الكاتاليست. طب تعالى بقى نشوف كده الجيف ريزونز اللي احنا شرحناها واحنا بنتكلم على الكولكشن بتاع الاكسجين. اول جيف ريزون مهم بيجي لي، بيقول لي جيف ريزون الاكسجين جاس collected by downward displacement of water، واحب احذرك دي بتيجي كومبليت كمان.
يعني give reason وفي نفس الوقت complete. هيجي يقول لك الأكسجين جاز collected by، جمعت الأكسجين جاز عن طريق إيه؟ downward displacement of water، هزق المية لتحت. جمعته عن طريق إن أنا حطيت له water وهو قاعد يزقه كده لتحت. downward displacement of water، downward displacement of water، downward displacement of water. طيب ادي اول give reason ومهم جدا جدا. طيب بعد كده اهو ليه بقى؟ ليه جمعتيه عن طريق الداونورد displacement of water؟ زي ما اتفقنا، لان الووتر صاحبتي مش بتدوب الاكسجين فيها ابدا، بتسيبه يزقها وبتفضيله مكان. يبقى الأكسجين is scarcely، ممكن أقول scarcely وممكن أقول rarely، يعني بصعوبة شديدة جدا بيدوب في الووتر. الأكسجين is scarcely rarely soluble in water. soluble يعني بيدوب، ممكن أقول dissolve. يبقى دي الإجابة اللي أنا عايزك تحفظها بس، اللي أنا علمت عليها. يبقى تاني give reason الأكسجين collected by downward displacement of water. ليه؟ because oxygen scarcely dissolves in water. because oxygen scarcely dissolves in water. وقف الفيديو وتأكد انك حفظت السؤال قبل ما تخرج عشان تبقى ذاكرت. طيب بعد كده كمان بيقول لي properties of oxygen بقى، ايه هي العلامات كده اللي لاحظتها؟ اول property اللي لسه قايلينها حالا، اولا كلمة properties يعني صفاته، مواصفاته، بيعمل ايه، بيحصل له ايه، بيتغير ازاي، كل حاجة عنه بقى، شكله، لونه، طريقته. طيب اول حاجة هعرفها عن properties لسه قايلها حالا، ان هو ايه؟ scarcely dissolves in water، انه بيدوب صعب جدا يدوب في الووتر. يبقى اول property عندي كده عشان نبقى خلصنا منها scarcely dissolves in water. ادي اول واحدة كده هنعلم عليها، دي خدناها خلاص، احنا كده عرفناها انه الاكسجين scarcely dissolves in water. يبقى تاني عشان ما تتوهش مني، كلمة properties of oxygen معناها ان انا عمالة اقول لك ايه؟ تعالى بقى انا هوصف لك الاكسجين ده، انا هقول لك كل حاجة عنه، تعالى بقى اقعد معايا كده وانا هحكي لك عن الاكسجين واقول لك كل اللي انت عايز تعرفه. اول حاجة انه scarcely dissolves in water. تاني حاجة، انت شايف لون الاكسجين حواليك في كل حتة، ليه لون؟ لا، يبقى colorless. طيب بتحس بطعمه على لسانك؟ ما انت بتفتح بقك وتقفله والهواء بيدخل. لا، tasteless and odorless. يبقى colorless odorless tasteless. colorless tasteless odorless يعني ولا ليه طعم ولا لون ولا ريحة. colorless tasteless odorless. ادي تاني property عرفناها. طيب كمان لما نيجي نجرب برضو هتشوف الموضوع ده في الفيديو على الصفحة، من فضلك ارجع ليه. هتلاقي لو انا قربت شعلة للاكسجين بعد ما حضرته في المعمل كده وخدت السلندر بتاعي وهو مليان بالاكسجين وقمت مدخل فيه سبلنت يعني شعلة، عود كبريت بقى، ورقة وانا مولعاها، اي حاجة من دي، هلاقي ان عود الكبريت بينور وعمال البيرنينج بتاعه يزيد جدا، بيشعلل يعني. ليه؟ قال لي اصل احنا لما جينا نعمل تجارب لقينا الاكسجين doesn't burn، ما بيتحرقش لوحده، يعني لو مفيش نار حواليه هو ما بيولعش كده مع نفسه. لكن لو لقى قدامه burning help him burning، بيخلي البيرنينج يزيد. يبقى الأكسجين doesn't burn but help him burning. oxygen doesn't burn but help him burning. تعال نقولهم من الأول وجديد مع بعض. الأكسجين إيه؟ colorless, tasteless, odorless. تاني حاجة scarcely dissolves in water، صعب يدوب في المية. تالت حاجة doesn't burn but help him burning. doesn't burn but help him burning. طيب it has neutral effect on litmus paper. دي خلاص اتلغت من عليك. الأكسجين heavier than air. يعني إيه heavier than air؟ يعني أتقل من الهواء. لو إحنا قارناه بالإير فهنلاقيه هو تقيل بينزل لتحت. تمام كده؟ طيب كمان الأكسجين فيه حاجة مهمة جدا بقى، باقي له حاجتين، يعني باقي عندي 2 properties كده لازم تتاخد كده بالتفصيل. إيه هو؟ إنه الأكسجين يقدر يعمل reaction with element. لأ بالراحة عليا كده بقى، وإيه الإيليمنت ده زي إيه؟ إحنا خدنا قبل كده الإيليمنتس دي إنها أبسط صورة للماتر موجودة في الكون، فمثلا الأكسجين نفسه إيليمنت، الأيرن اللي هو الحديد إيليمنت، السلفر إيليمنت، الكربون إيليمنت.
طيب إيه كمان؟ المغنيسيوم ده element، كل دي element، حاجات مواد بسيطة ربنا خلقها لنا وموجودة في الكون. الأكسجين يقدر يعمل reaction معاها. يعني إيه reaction؟ يعني يتحد معاها، يعني يمسك في إيديها ويكونوا لي مادة مختلفة تمامًا عن الاتنين. بس في طريقتين، الأكسجين بيقول والله أنا عندي طريقتين أقدر أمسك إيدك بيهم، يا إما أمسك فيك بسرعة جدًا جدًا جدًا، وفي الحالة دي هاخرج light وheat، وهسمي الطريقة دي burning or combustion. يبقى الburning or combustion اللي هو الاحتراق، الحريقة، الفاير، إن أنا أولع المغنيسيوم، أجيب كده مغنيسيوم ريبون. المغنيسيوم ريبون ده عبارة عن شريط كده لونه لامع شوية، لونه فضي ولامع، بيبقى شريط طويل كده عندي في المعمل. برضو الفيديو بتاع البيرنينج اوف مغنيسيوم موجود على الصفحة. واخد جزء منه كده واولعه. اول ما بقرب الكبريت ويبدأ يولع، الاكسجين بيعمل معاه على طول رياكشن ويمسك فيه ويكونوا وايت ماتر، مادة بيضة كده باودر لونها ابيض، وبسميها مغنيسيوم اوكسيد. يبقى البيرنينج او الكمباشن هو رابيد رياكشن. يعني ايه؟ يعني رابيد يعني سريع جدا، يعني الاكسجين يقوم ماسك في المغنيسيوم في لحظتها وبسرعة جدا. تمام؟ rapid reaction of element with oxygen. طب لازم يخرج نتيجة الرابيد رياكشن ده ايه؟ heat and light. عمرك شفت حاجة بتولع وما تخرجش heat او light؟ لازم heat and light. يبقى البيرنينج ايه هو؟ rapid reaction of element with oxygen to produce what? heat and light. heat and light. مرة كمان، البيرنينج هو أو combustion rapid reaction of element with oxygen. اتحاد سريع بتمسك فيه بسرعة قوي قوي قوي. نتيجة الرابيد رياكشن ده ايه؟ heat and light. طب اديني example يا سيدي. لما تيجي تعمل بيرنينج للمغنيسيوم، انا مش هديك الرياكشن الاكزامبل ده عشان هرجع اقوله تاني تحت. مغنيسيوم، اشمعنى المغنيسيوم؟ قال لي المغنيسيوم هيعمل لي وايت باودر، يعني بودرة بيضة كده نتيجة الاتحاد ده، نتيجة الرياكشن ده. والوايت باودر ده اسمه ايه؟ اسمه مغنيسيوم اوكسايد. مغنيسيوم اوكسايد. طب اقول لك على سر، الاكسجين مع اي اليمنت بيبقى اسمه اسم الاليمنت وبعدين اوكسايد. يعني الأكسجين لو عمل رياكشن مع الإليمنت، سواء بقى على فكرة سريع ولا بطيء، ما دام الأكسجين مسك في إيد إليمنت هيكون لي مادة جديدة خالص اسمها إليمنت أوكسايد. يعني إيه إليمنت أوكسايد؟ يعني على حسب بقى هو مسك في إيد مين. لو مسك في إيد الأيرون هيعمل لي أيرون أوكسايد، لو مسك في إيد المغنيسيوم يبقى مغنيسيوم أوكسايد، لو مسك في إيد الألومنيوم هيبقى ألومنيوم أوكسايد. طب لو مسك في إيد السلفر يبقى سلفر أوكسايد. قول انت لوحدك بقى، لو مسك في ايد الكربون، برافو عليك، هيبقى كربون دايوكسيد او مونوكسيد. يبقى ده سر بيني وبينك كده، ان الاكسجين دايما دايما لو مسك في ايد الاليمنت بيكون اليمنت اوكسيد. حلو قوي. ده بالنسبه لاول طريقه بيعمل بيها الاكسجين رياكشن بتاعه، بيمسك فيها بايد الاليمنت. اول طريقه بتبقى سريعه جدا وبتخرج هيت اند لايت، واسمها ايه؟ burning or combustion. burning or combustion. يبقى الcombustion هو ايه اخر مره؟ rapid reaction of element with oxygen to produce heat and light. زي مين؟ زي المغنيسيوم with oxygen بيكون ايه؟ مغنيسيوم اوكسايد. برافو. تاني طريقة بقى بيقول لك أنا همسك في إيدك بس براحتي بقى، اديني وقتي، أنا بحب آخد وقتي كده وأقعد يومين تلاتة. طب يا سيدي تعالى أقعد اليومين تلاتة. زي مين؟ زي لو جبت مسمار من ايرن نيل وحطيت عليه دروب اوف ووترز، يعني نقط مية كده، أو جه عليه ووتر فيبر وسبته في الهواء يومين تلاتة أربعة أسبوع، في الآخر هيحصل له إيه؟ هيصد يا ميس، هيعمل راست، ايرن راستنج. معنى ايه الراست ده؟ معناه ايه الايرن راستنج ده؟ الايرن راستنج ده هو الايرن اوكسايد اللي احنا اتكلمنا عليه. ده معناه ان الايرن عمل رياكشن مع الاكسجين وكون ايرن اوكسايد. ايه الايرن اوكسايد ده؟ شكله ايه؟ شكله صدى، شكله ايرن راستنج. ايرن راستنج.
طيب يعني ال slow combination أو slow reaction between element and oxygen في وجود الووتر ده إيه؟ ده الأوكسيديشن. بسمي إيه الطريقة دي؟ بسميها أوكسيديشن. يبقى أول طريقة اسمها burning، تاني طريقة اسمها أوكسيديشن. دول الطريقتين اللي الأكسجين بيرياكت with element، بيعمل رياكشن مع الإليمنت بطريقتين، طريقة سريعة وطريقة بطيئة. rapid combination يعني سريع اسمه burning، slow reaction بطيء اسمه oxidation. طب قول معايا الديفينيشن بقى بتاع الاكسيديشن كده واحفظه. It's a slow reaction between element and oxygen، بس لازم يكون موجود water in presence of water. ممكن أقول in presence of water. هتلاقي برضو في الأسئلة في المعاصر كلمة moist air. moist air يعني air وفي نسبة water vapor، أو humid air. ويجي لك في الكوريكت يقول لك slow reaction between element and oxygen in dry air، ويحط لك خط تحت كلمة dry. dry يعني جاف، air ما فيهوش ووتر خالص. لا ما ينفعش معانا ده، احنا عايزين moist air. يبقى بدل dry air هغير الكلمة دي كده عشان هي غلط واحط moist air. يبقى ممكن اقول in presence of water، وممكن أقول in moist air أو in humid air. يبقى آخر حاجة قلناها النهاردة هي البيرنينج أو الأكسيديشن، ودول الطريقتين اللي بيقدر الأكسجين يعمل بيهم الرياكشن بتاع الإليمنت مع الأكسجين، يا إما سريع قوي اللي هو البيرنينج، يا إما بطيء قوي اللي هو أكسيديشن. هوقف لحد هنا عشان الفيديو حاسة إنه طول شوية، وهنرجع نعمل فيديو تاني لباقي الليسن. اشوفكم على خير واتمنى تكونوا فهمتوا. لو في اي مشاكل قولولي. شكرا ليكم، باي باي.